المليله وسغد هذا مثلا في زوزو هاد سنة تاع الزواج القبايل امكي كضارو امكي كتدو زواج قفور نبويد العوايدنا ذيني نستخدم من جدودنا وذيني يعجبني كينيا وذيني يعجبني ان شاء الله هي القبائليه الكليه غافيني في المثله وذيني يعجبنا يزايرين بيان سور روحا دبوغد امشي شو تلوسو السليث إما فرق خام بافاس تلوسو الفطاس واطاس ديس اخ الخال ديس مشلوخ ديس مشفوك ديس تاع الصبت في ثماثين في خوثام تلوسو ثاق ندورث ذات سنة نتقون ديار إجملالن داخل ذي الحرير سفلى ذي الشاش نقاص طقلانتيث نقارس نعطي جحديت ثرنو تغمو نكون تسليثنا تغمو يوك تلوسو منديل زكوا منديل اوراغ ثرنا شنتوف تخدمي قارويس تساقس واقوس الحرير تخدم المري غفوق قارويس اكني المري يجي للسامبولينس المعنى ينس اكنا خميسة تماقله من المري تيماقل اركازي تيتماقل باش تعزيز في اللاس تيحمل نسلسو كرا الحوايج كنيا اما ثقيم كخام بافاس من قبل تفا نخدمي رذن نخدمي فاون باش تسعو غطاس ندريا اتفثي باش تزق خميس وتساوي اخلاي تساوي عفان تساوي عذيل وقيل التروسوينس زمادني التروسوينس ماشي زيكينو تساوي تاراطاس تساوي كانين القيس كان وتساوي اعوين نقارس عوينيس تساوي المسمد تساوي تحفولين الخفاف داخل قطار تساوي صندوق ديال التسليث تساوي ديك ساكوسيم لو ماكياجينس تساوي فازولت تساوي ثمين تساوي اسهل ثمشط وقيت تساوي ثند وقيني ذين تحويجي ثاق ندور تساوي ثلاثة نتقون ديار تساوي تساوي مندير تساوي الفوضى هذا وين تساوي تمطوط نزيك زواج نزيكني ويرصا ويذوم اسن تسليث وقيت ذي كان يقدرون إما لا تساوي إما تفاق خام بافاس أترز تمللت ذيك شيويس إما توصى خميس أتتقابل تمغارتيس سوفو قلب ومان إلا وين ديتي تقابلن سوفو قالو يفكي أتسو ثلاثة جغيمين أتصدقار ثلاثة إذو كامين سبوامان أتنتذكر نيكو قارويس أتتقابل تمغارتيس داغون سوغر فال تزيدانين أتنتذكر دغنيكو قارويس أتشمس خاميس الصبوحني مقبل إما دي فغيسلي غورس نقارس لا نويد نص إما دي فغيسلي تساوي ضلع داخلو صندوقني أضلع تزيدانين ثانو الخفاف ثانو المسمن داخل ثد سوفا غيسليني ضكيضني ما يفرش شغليس أثيفكي يركزن دير كزنا راه يتشنين إلا ندخلو ضلع عني أصن الصبوح تيسليثات ترستاق ندور تجديط بيان سور أتانو الفطان وتحولها لفطاطاس أتانو القرنفل باسكو القرنفل يتفوحو كني لها أزكرني الصباح إما ترستاق ندور ثني أدي عدي سوا ذا لوسيس نغميسو لوسيس نغميسو لوسيس عميس بورغازيس أدي عدي أسياقس أسيخدم أقوس أسارو باش قنيتي دار غورس مي مقبله تفاق خام بافاس يما سفكساس اسفكس استقراي اللي حذر خميم ولكن الزثم ذا خميم السفوض خام بافام يقف لك ميدو خام بافا من نظن سوساروني السكس يماس إما توضع الخميس فام غارثيس ديغنا ستاقس
استيقس استيني حرزا كمي دار غورين قنا كمي دار غورين اما كاكي شد يكمي تشد سوسارو شد كمي دار غورين اكي ذوم زواج القبايل اكي زواج القبايل تنميرت نون. فاطمة، جمعيتي هيك الثقافية صناعة تقليدية شبانية من تمراست. رانا اليوم في الجزائر في معرض امرأة في ثقافة الجزائر الوزيرة. رانا مع الوزيرة، هذه هي دايرين المشاركة اليوم. هذا هما الصوالح اللي مشاركين بهم، لبسها نتاع امرأة وحوايجها نتاع الحلي نتاع الفضة. هادو هما اشي دغن هاد الجزائر ندير المشاركة عيد مراه مع الوزيرة تاع الثقافة. اشي اللي نشاركش صديقين تنكل تماشق تيل السين سلسانة سند التيجاوي تناصر في نسند دهرة النسند دهرة وانت منقصد انتو تماشق انت منقصد جمعية انت منقصد. نشكر الوزيرة تاع الجزائر الثقافة، نشكر تتهولا جان غستقبل هوسكين جان غشغل هوسكين جان غداقة هوسكين. نشكر الدينتوين نخدم نندس نشكر دا الثقافة تاعنا انت منقصد. أنا سعاد شقرون أمثل جمعية الرونق العنابي. أتينا للمشاركة في مهرجان لباس العروس. عندنا لباس العروس الأول هو لباس العطية، ما يعرف بالفرنسية الفيونساي. عندنا الدلالة نضعها فوق الرأس ثم الجبين ثم فوقها كان تسريحة مخيطة بالثلج. في الرقبة لابسة خيط الروح ثم شركة صفايح الشعير والصغاب، قفطان تحت منه قندورة والكمامات في اليدين. بعدها هذا يوم العطية هي نحنيو فيها ويجيبوا الجرية أو العطية الهدايا للعروس. بعديك تنجم تلبسها يوم السابع بعد العرس. الملكة الثاني هي يوم الثالث troisième jour du mariage. تلبس العروس عندنا الششية والمحرمة نعيطوا لها اللفة والجبين والشوشرة خيط الروح الكوردون المذبح وكذلك السخاب المقايس وقندورة الفتلة قندورة الزلابية نعيطوا لها. هذه خاصة بمدينة عنابة. الكثير يقولوا أنها مشتركة بين قسنطينة وعنابة، لكن عنابة عندها زلابية وقسنطينة فيها كالورود يقولوا ورد الطاير. عندنا الملكة الثالث هو رجل اللبسة التقليدية لرجال عنابة قديم. شاركت في عدة مهرجانات أسبوعية ثقافية وشاركت في عرض أزياء. كانت عندي المشاركة السنة في لباس تقليدي القديم. كان عندنا لباس تقليدي القديم. هذا الجبة الشاوية هي أصلها تخدم الستيل تاعها الستيل ملحفة وهي جبة. هذا الجبة تلبسها العروس قبل ما تحني في زمان، قبل ما تحني وقبل ما تروح لدار الراجل تاعها. ومن بعد الغدوة بعد الحنة تلبس هذا اللباس القديم تاع الملحفة. وكاين ثاني كما الملحفات لازم يتبعها كما نقولوا احنا بالشاوية نقولوا لها كما هذه شليقة ثلاث شليق. كاين اللي بالصوف، كاين اللي تخدم بزمان بالحرير كما هذه بالصوف والاخرى بالحرير. شاركنا في هذا المهرجان على الجبة الشاوية. الجبة الشاوية القديمة كانت تلبس هذه الجبة الشاوية قبل ما تحني العروس. اما كي تروح لبيت زوجها كانت تلبس
لباس الملحفة المعروفة بالشاوية. شاركنا من قبل في أسابيع ثقافية، عرض أزياء، شاركنا في الجزائر وخارج الجزائر. كما درنا شاركنا في 97 الملحفة، كانت هي اللباس التقليدي العروس، كانت دينا لو بريمي بري وهي لباس تقليدي الملحفة، وهي كانت السيد نهاري ثالث اسماعيل، حرفي في اللباس التقليدي من مدينة تلمسان ولاية تلمسان. جيت هنا لهذا المعرض اللي كنت مدعو من طرف المتحف الوطني للفنون التقليدية، مشكورين على هذه الدعوة اللي قدموها لنا. وجينا هنا نعرضوا اللباس التقليدي الرجالي اللي نوعا ما افتقد في المجتمع الجزائري فترة ما، وحنا ان شاء الله نحاول باش نعاود اعادة بحث هذا اللباس من جديد. والحمد لله احنا نشوفوا يعني كاين قابلية للعودة الى العادات والتقاليد الشعبية هنا في المعارض وفي الملتقيات اللي نقدموها. وهذا اللباس التقليدي يعني كان عنده تاريخ من القديم، ومر عبر جميع الأجيال، وبقات عنده ديك البصمة، لأنه هذا اللباس يعطي السمة للرجل، يعني كما يقال يعني الثقل ووزن الرجل الذي يقتني هذا اللباس. وهذا اللباس لكل حال فيه كثير من القطع اللي موجودة فيه، كما احنا تسمى عندنا هنا في تلمسان يعني الاساس وهو السراول العربي، يعني السروال الذي يقتنى، هنا يقال عندنا في تلمسان يقولوا له السراول العربي. وعندنا المقفولة وهي عبارة عن لباس يعني مقفولة، يعني بها كما نقولوا عقد تقفل، ولهذا يسمى بالمقفولة. ويلبس فوق قميص، وهو يعتبر عن يعني كما نقولوا عن معطف بدون يدين، يعني كما نقولوا احنا انجيلي، ومن بعد تجي فوقه المعطف باليدين. يعني هذا هو التصوير العام للباس التقليدي. والاهم من هذا كله هو انه التطريز، يعني هو مطرز من حرير باشكال معينه، يعني كما نقولوا احنا وارثناها من القدم، وعندها معاني وعندها كما نقولوا سمات. هذا نخليو الاهل الاختصاص هم اللي يفسروا هذه التطريزات وهذه الاشكال، هم اللي حتى نكون كما نقول لكل مقام مقال. هذا هو كما نقولوا الحوصله تاع هذا اللباس التقليدي الرجالي اللي يقولوا لابد نحن ان شاء الله نحوسوا باش يعود في المناسبات، خاصه المناسبات كما نقولوا الاعراس، الاعياد، خاصه كما نقولوا احنا الرجال الكبار اللي افتقدنا هذه السمه. يعني بكري كنا كنشوفوا راجل كبير يعني سروال مدور كما يقولوا هنا في الجزائر، سروال عربي، الطربوش كذلك، نسيت الطربوش اللي هو ورثناه من عند الاتراك، وبقى يعني عنده سمه. وحنا كذلك حنا في تلمسان نغلفوه بقطعه من الشاش هذا الاصفر ونسميوه طربانطي. هذا هو هذا على العموم، تحدثنا عن العموم واش كاين في اللباس التقليدي الرجالي.